السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى متتبعين، أحلى إخوة وأخوات اللي متابعيني في القناة، القدام جداد، أهلا وسهلا مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله فيديو غادي نشارك معكم واحد تكتيفة الدجاج اللي ما عمرها تتحل، كتبقى لاصقة، ما تحتاجو لا خيط لا والو. هانتوما شوفوا تبارك الله كي كيبان لك الدجاج شاد الفورمه وكيبقى على الحاله اللي انتم ربطتوه. يعني ملي كتربطوه كتكتفوا ليه رجليه وكيطيب كيبقى كما هو، ما كيتحل ما حتى شي حاجه. هاد الطريقه كيجي اسهل من انكم ديروا الخيط اولا ديروا الطريقه التقليديه كتخلفوا رجلين وتخشوا في ديك البلاصه اللي ديما المعتاده اللي كنكتفوا فيها. المهم هاد الطريقه راه كيبقى شاد الفخذ والرجيلات كيبقاو شادين بلاصتهم، نتا كتحطوهم على امانته. هانتوما دابا نشارك معكم الدجاج، رانا مشاركه معكم عشرات والمئات المرات. كاس ديال العصير كنطحن فيه القزبر معدنوس، واحد الراس ديال الثومه، كركوبه ديال الثومه، وواحد نص حامضه كبيره اولا جوج حامضات صغار. المهم انا درت جوج حامضات غير اللب ديالهم اللي وريتهم لكم. بالنسبه للعطريه 3 المعالق، كل دجاجه بمعلقه، 3 المعالق ديال السكينجبير، 3 المعالق ديال الخرقوم البلدي. البزار ديما النص، وحده ونص اولا غير نص معلقه الا كنتو غديروا الهريسه. المهم لما درتوش الهريسه ديروا معلقه ونص، درتو الهريسه ديروا غير نص معلقه. وديما العبار بالمعلقه الصغيره، معلقه صغيره للدجاجه. ملي كنديروا السكينجبير والخرقوم كنديروا معلقه عامره. بالنسبه للبزار راكم عارفين راه نص معلقه للدجاجه وبزاف. صافي وغندير دويمه وحده. صراحه اللي مبغاش يديرها بلاش، المهم انا غندير الزعفران شعره. فاللي بغى اللون هكايا يدير الملون، اللي ما بغاش غير هكا الطياب ديال الدار. المهم ملي كتكون شي كوموند ولا كتكون شي ضيافه ولا شي حاجه هكا راه ضروري كنديروا الملون باش كيجي الدجاج هكا صفر وعاطي العين. صراحه اللي استغنى لي احسن. المهم انا درت غير دويمه وحده ل3 دجاجات، وغادا ندير الزعفران شعره. وهانتوما راه الدجاج ديجا مشرمل، فانا ملي كنغسل الدجاج وكنخليه ينشف، كنخليه حتى ينشف مزيان، وكندير شويه سكنجبير، شويه الخرقوم، شويه البزار، وكنحكو على الدجاج من الداخل ومن برا ومن تحت الجلده. صافي وكنديرو في الثلاجه هكا، كل دجاجه كنديرها في بلاستيكه ونسد عليها ونخشيها في الثلاجه. صافي حتى لغد ليه عاد كنجبدها. ملي كنجبدها وكنشرملها دابا بحال هكايا، فراه كيجي واحد الدجاج داخله ليه العطريه حتى العظم، ما تشبعوش من اللذه ديالو، كيكون مشرمل على حقه وطريقه. شتي هذوك شويه العطريه اللي كنديرو هكايا كنشرملو به الدجاج، شويه الخرقوم، شويه سكنجبر، شويه البزار، وتنحكو عليه، راه كيدير واحد الفرق كبير. صافي حتى كندير التشرميله الكبيره اللي هي هادي كيف ما شفتوا، عاد باش كنشرملو عاوتاني المره الثانيه. فجربوا الطريقه وردوا عليا الخبر. وها نتوما التكتيفه. هاد الفيديو كله اللي غنات عليه ام كلثوم هو على التكتيفه. كندير واحد التقبه في الجلده من التحت، كنخشيو الفخيد الاول وكنهزو داك الفخذ هكا، كندير واحد الخاويه. هانتوما شوفوا درت تقبه صغيره فغتمحني عاد باش غادا تدخل، لحقاش كتلصق هذيك التكتيفه، كيلصق هانتوما الرجل كتلصق راه بزز باش دخلت ليا من تحت الرجل. هانتوما كنديرو تقيبه في الجلده، كندخلو فيها الرجل الاولى وكندخلوها في ديك الثقبه التحتانيه، وكنهزو الفخذ هكا بصبعنا وكنخشيو تحت منه الفخذ الاخر. غير تبعوا غتفهموا راه ساهله. فغير 3 دجاجات هانتوما ديت المهم اللي ما فهمش ترجع شويه الفيديو اللور باش تفهم. ايوا هانتوما راه اهم حاجه هو نشرملوه مزيان، وناخدو الدجاج ديال التحمر ناخدوه جوج و200 الا كثرتو 2 و300. فالدجاج الا كان كبير فما زوينش التحمر، فكيهز الطياب بزاف
وكتعود تبان وحده كبيره وحده صغيره. اللهم ديما وصيهم الدجاج ملي يكون عندكم هكايا لشي مناسبه ما تفوتوش 2 و200 حتى 2 و300. كاع 2 ماشي مشكل، 2 تيكون واخا صغير شويه ماشي مشكل. المهم ديال التحمار وديال هذا وديال المناسبات. هانتوما كنديروا تقيبه هنايا في هاد الجلده هادي، كنخشيو الفخيد الاول شفتوه هانتوما. ودابا هانتوما هذيك الخاويه تحت الفخذ، هذيك البلاصه هي اللي غنخشيو فيها الرجل الاخرى. عرفتي كيجي الدجاج مجموع واحد الجمعه احسن ما تجمعوه بألف خيط. شو واخا تضلوا تلويو عليه الخيط ما كيجيش مجموع بحال هاد الجمعه، واخا فيها شويه الخدمه، ولكن احسن طريقه من التكتيفه العاديه ولا التقليديه. صافي دابا يا حنا كتفنا الدجاج، طردقنا ليه الضليعات باش ما يتقسمش ليه الظهر. درت واحد الكيلو ديال البصله، ها هي فرشتها شلطتها هاد المره شويه، ما درتهاش غير شرائح طوليه، فكتجي الدغميره ديالها ملبيه وكتجي كتجي زوينه الدغميره في الشوفه. وملي كتكون كميه كثيره رانا كنديرها هكا شرائح وتا هي كتجي مزيانه، كتجي عاقده تبارك الله هذيك الدغميره اللي كتكون بالشرائح طوليه. ايوا هادشي اللي كاين. ها هما الدجاجات ديالنا سالينا، غنديروا المطايب صافي وغنديروها فوق العافيه ان شاء الله. فالبنات فرا درت الخرقوم، مسكين الجبير، البزار، وواحد نص معلقه ديال الهريسه ونص معلقه ديال ولا معلقه صغيره ديال العطريه اللي ديال الدجاج. فبلا ما نقول لكم راكم عارفين، فاليوم الفيديو كله على التكتيفه. فالعطريه راها معروفه، معلقه ديال العطريه ديال الدجاج ومعلقه ديال الهريسه الا ما كانتش حاره، والسمن وزيت العود حنا غنزيدوهم. اما العطريه الاخرى اللي هي لا باز اللي هي سكينجبير والخرقوم البلدي والبزار راكم شفتوها. فدرت هنا شويه ديال الزعفران شعره، فما سخنتوش فرميتو نيشان، اللي بغى يرقدو في الماء يرقدو. المهم انا ما قنعتنيش هذيك الكميه وزدت الزعفران موجود زدت شويه ديال الزعفران شعره. ما نقولش لكم كي جا الدجاج والله ما شهيتكم، راه جا من اروع ما يكون، لانه مغسول على حقه طريقه واخد وقته في النشوفيه ومعطر بالليل هكايا في العطريه اللي قلت لكم. وما نقولش لكم واخد حقه من اي حاجه. تا لغد ليه هكايا مع العشيه عاد نصبته وزدت السمن كيف ما شفتوا. هنا واحد شويه زيت العود بقى على الفطور، كلنا كيبقى لينا شويه زيت العود هكا في طبيصيل. المهم ما نضيعوش راه هاد العام الحمد لله زيت العود موجود، اللهم لك الحمد. الثمن ديالها بعدا ماشي بحال هذاك العام. ايوا الحمد لله. صافي انا زدت كلشي في مره. درت المطايب، درت السمن، درت زيت العود، وما غنديرش الزيت الروميه حتى نهز الدجاج. الزيت الروميه ما غنضيفها حتى نهز الدجاج. ونسيت البنات القشيوشات رانا سلقتهم. والحاجه الاولى اللي كنرميها مع الدجاج الطيب واللي كتهز لينا الطياب هي القنصه. القنصه كنرميوها من الديبار كطيب، كيطيب الدجاج كتحيدو وهي باقا ما طابتش. راه الدجاج كيطيب وهي كتكون باقا ما طابتش. لهذا كنشوف شي وحدين كيرميو القنصه في واحد المرحله ما عرفتش، انا كتبان ليا كتبقى خضره. فالقنصه راها كتهز الطياب. قلت لكم كنرميوها في الاول مع الدجاج وكنهز الدجاج وكتكون باقا خضره. صافي في الاخر كنرمي ملي البصله تقرب تعقد هكا تبقى واحد نص ساعه، كنرمي العنيقات اللي دغيا كيطيبوا باش يبقاو شادين الحيمه في العظم ديالهم، وكنرمي الكبده حتى هي. وبطبيعه الحال راه كلشي مسلوق. هنا الدجاج ما درت ليه حتى شي حاجه البنات، اقسم بالله ما دهنته ما حتى شي حاجه. اون فوا طاب حيدته درته في الطاوه صافي ودخلته للفران وخليته، ما شعلتش عليه الفران غير خليته حتى قربنا نحطو العشاء. عاد باش شعلت عليه الفران تقريبا بقات واحد ثلث ساعه ولا نص ساعه، عاد شعلت عليه الفران عافيه متوسطه
وخليته الفوق، خليته الفوق حتى كيتحمر لي هذاك الظهر من التحت. داك الظهر ديالو كيتحمر، كنخليه بحال دابا الا خليته نص ساعه في الفران ثلث ساعه كنخليه الفوق، عاد باش كنهبطو ديك 10 دقائق ولا 5 دقائق وانا حاضيه. يعني كنبقى ندور فيه هكايا ونقلب فيه حتى كنحصلوا على هاد النتيجه هادي. وما نقولش لكم البنات راه جا الدجاج اكثر من رائع. وبطبيعه الحال ما تنسوش تزيدوا الزيتون في المرحله الاخرى. لا بغيتو تزيدوه في المرقه زيدوه، ما بغيتوش ديروه بوحدو هكايا، ولا غير زينوا به من الفوق. انا عزيز عليا ندير الزيتون هذيك 10 دقائق الاخرى ملي تقرب البصله هكا توقف، كنزيد الزيتون كيطلق المذاق ديالو في الدغميره. صراحه كيجي المذاق ديالها زوين، وكتجي محمضه بالحامض وبالزيتون، كتجي اكثر من رائعه. ايوا هانتوما راه دابا مع الحال بارد، راكم عارفين التصوير كيكون مع الحال بارد كتكون الضبابه دايره العجاجه على الكاميرا. ايوا هادشي اللي كاين، هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما حمرناه جا على هذا الشكل هذا. وشوفوا التكتيفه راه ما تتحل ما حتى شي حاجه، كيبقاو الرجلات مجموعين على امانتهم كيف ما كتحطوهم في الطنجره، كيف ما كتحطوا الدجاج، كيف ما كتهزوه، كيف ما كتحمروه. غير هو ردوا البال، ما عمركم تفوتوا الطياب للدجاج. الدجاج الا فوتوا ليه الطياب راه كيتشتت، ولا بان لكم الدجاج فوت الطياب طفوا عليه العافيه ونزلوا الطنجره وخليه حتى يبرد ويشد راسو، عاد هزوه. وبطبيعه الحال راكم عارفين كنهزو بالتبصيل باش الدجاج يبقى صحيح لكم كيف عارفين. وهذا الطبق الثاني الصفه اللي جات اكثر من رائعه. وبطبيعه الحال الصفه راه كنغسلها 2 مرات كيف عرفتوا، كنفورها المره الاولى وكنغسلها 2 مرات بالماء بارد، ومن بعد كنعطيها حقها ديال ما في التفويره الثالثه وكنفورها. وملي كتنزل كنزيد عليها السكر والفاني والزبده، وهاي الصفه ديالنا واجده، كتجي اكثر من رائعه، كتجي بحال الريش النعام. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، الا عجبكم ما تنسوناش من لايك وبارطاج، والى فيديو قادم باذن الله. والى ذلك الحين نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال، والى اللقاء، وشكرا لكم على المشاهده.